السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 4 دول تراسل الجزائر بشكل عاجل، من بينها المغرب. حذرت الدول الإفريقية المشاركة في دورة مقبلة لكأس إفريقيا للمحليين بالجزائر من الانفلات الأمني الذي تعرفه الملاعب الجزائرية. وبحسب مصادر من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، فإن المغرب والكاميرون والكوت ديفوار ومصر قد راسلوا الجهاز الكروي المذكور لتأمين منتخباتها وجماهيرها أثناء الإقامة بالجزائر. وذكرت البلدان المذكورة بانفلاتات الأمنية التي عرفتها الملاعب الجزائرية مؤخرا، والتي واجه خلالها اللاعبون مصيرهم دون تدخل أمني جزائري. كما ذكرت البلدان المتخوف من سوء التنظيم في الجزائر من اقتحام الجماهير لأرضية الملعب في البطولة الأخيرة التي احتضنتها الأخيرة دون أن يحرك الأمن الجزائري ساكنا. وحددت الجامعة الملكية لكرة القدم تاريخ 11 يناير القادم للسفر إلى عاصمة الجزائر للبصم على مشاركة متميزة بنهائيات كأس إفريقيا للمحليين المقررة في فترة بين 13 يناير و4 فبراير القادمين. وطالبت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المنتخبات المشاركة بالشأن بضرورة الالتحاق بمقرات إقامتها بالجزائر قبل 3 أيام من انطلاق المباريات، حتى تتمكن اللجان المنظمة من زيارتها للوقوف على جودة الخدمات وتوفير جميع المسائل اللوجستيكية التي تنظم قبل أي مسابقة قارية. ومن المقرر أن يعلن مكتب المديرية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الثلاثاء رئيس بعثة المنتخب الوطني إلى الجزائر. هذا هو السبب الحقيقي لتأجيل زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب. تأجلت زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بحسب ما أفادت به صحيفة أفريكان انتيليجنس المتخصصة في الشؤون والملفات الإفريقية. وأوضحت الصحيفة نفسها أن قضية الصحراء المغربية حالت دون زيارة ماكرون للمغرب في الوقت الراهن، مبرزة أن الرباط تريد من باريس موقفا واضحا وصريح خلال زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية للمملكة. وتحدثت الصحيفة عن وجود مفاوضات بين الرباط وباريس حول قضية الصحراء المغربية، حيث جرى تخصيص وقت أطول لتوسيع تلك المفاوضات في آفاق التوصل نتيجة رضي الطرفين قبل قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية. النصيري وبونو يغادرون المغرب على متن طائرة اقتصادية. بعد تقديم نسخة استثنائية في نهائيات كأس العالم قطر 2022 رفقة المنتخب المغربي، عاد النجمان ياسين بونو ويوسف النصيري للبطولة الإسبانية. ووصل حارس عرين الأسود ومهاجم المنتخب المغربي إلى مطار إشبيلية على متن طائرة اقتصادية عادية تابعة لشركة طيران رايان إير بشكل عادي كجميع المسافرين. واللافت للنظر بحسب مقطع الفيديو المتداول أن لاعبي إشبيلية ورغم شهرتهما الواسعة وإمكانية تنقلهما عبر طائرة خاصة، إلا أنهما فضل السفر عبر طائرة تكلفة منخفضة وفي كراسي من فئة اقتصادية، الأمر الذي وصفه جل المعلقين على المشهد بالتواضع الكبار. إيران تجبر طائرة مدنية على الهبوط كانت تقل عائلة الأسطورة الكرة علي دائي. أجبرت السلطات الإيرانية طائرة على تغيير مسارات رحلة جوية كانت متجهة إلى دبي الاثنين 26 ديسمبر كانون الأول 2022 لمنع زوجة وابنة القائد السابق للمنتخب الإيراني لكرة القدم علي دائي من مغادرة البلاد، وذلك على خلفية مواقف المؤيدة للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أشهر. القضاء الإيراني قال إن زوجة دائي منعت من السفر إلى الخارج بعد أن أمرت السلطات الطائرة التي كانت تستقلها والتابعة لشركة ماهان إير باستكمال رحلتها لدبي، وأمرتها بالهبوط في جزيرة كيش الإيرانية في الخليج بحسب ما أوردته وكالة رويترز. من جانبها نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إيسينا عن دائي قوله إن زوجته وابنته صعدتا إلى متن الطائرة تابعة لشركة ماهان
أقلعت من مطار إمام خميني في طهران متجهة إلى دبي. وأضاف: ثم إنزال ابنتي وزوجتي من الرحلة، لكن لم يتم توقيفهما. استغرب دائما عنهما من المغادرة بعد السماح لهما بالصعود إلى الطائرة، مضيفا: في حال كانتا ممنوعتين من السفر، كان يجدر بالنظام جوازات للشرطة في مطار طهران أن يظهر ذلك. لم يقدم لي أحد جوابا على ذلك. لا أعرف فعلا ما هو السبب هذه الأمور. وتساءل دائي في تصريحاته التي أوردتها وسائل الإعلام الإيرانية: هل أرادوا توقيفي وإرهابي؟ ابنتي وزوجتي كانتا ذاهبتي إلى دبي في رحلة تستمر أياما معدودة فقط. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.